لو نفسك تغيري عن الجلاش الطبقات يبقى لازم تجربي احلى جلاش رول، مقرمش من بره وطري ومورق من جوه. الوصفة دي هتعجبك جدا. يلا نبدأ، نصلي على النبي ونقول بسم الله. اول حاجة هنعصج اللحمة في طاسة على النار، هنحط معلقة من السمنة الكبيرة، هننزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، هقلب فيها شوية قبل ما احط اي اضافات، يعني لغاية ما تشرب المية بتاعتها. بعد كده هنزل عليها ببصلة كبيرة مقطعة صغير، هنحط التوابل فلفل اسود وملح وبابريكا وتوم باودر ونص معلقة من بهارات اللحمة، وبس كده هنفضل نقلب لغاية ما خلاص تشرب ميتها كلها، وكده بيكون العصاج جاهز. هعمل بقى التشريبة اللي هندهن بيها الجلاش: كوباية من اللبن، كوباية من الزبادي، نص معلقة من البيكنج باودر، ربع معلقة من الملح، رشة فلفل اسود، ونص كوباية من السمنة على زيت. هبدأ بقى اجيب الجلاش وهحط من التشريبة، هدهن كل الورقة، بعدين هجيب ورقة تاني وهفضل برضو احط عليها من التشريبة. الورقة التالتة هنحط عليها خلطة اللحمة على طول. بس كده، وبعدين هلفها رول وهحطها جوه صينية طبعا تكون مدهونة. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي. الرول مكون من 3 طبقات من الجلاش، اخر طبقة مش بنحط عليها التشريبة، على طول بنحط اللحمة ونلف الرول ونحطه في الصينية. بعد كده هقطعه المقاس اللي انتي عايزاه. بعد ما اقطعه هجيب باقي خلطة التشريبة اللي احنا عملناها وهحطها على وش الصينية كلها. بعد كده هدخله فرن سخن في الرف الوسط على اعلى درجة، بتاخد حوالي تلت ساعة وتكون جاهزة. بكده يكون الجلاش الرول جاهز، هش ومحمر وطعمه خطير. لو لسه مجربتيش الطريقة دي يبقى لازم تجربيها حالا. وما تنسيش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي.